السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أكلة بسيطة. النهاردة هنقدم الكرنبيط بطريقة بسيطة. الكرنبيط ده من الأكلات الشتوية يا جماعة اللي كل المصريين تقريبا بيحبوه. هنجيب كرنبيطة حلوة كده طازة فريش ونقطعها على قد انت ما بتحبي تقطعي، كبيرة صغيرة زي ما انت عايزة. بسم الله ما شاء الله شكلها جميل. واجيب حلة فيها مية بتغلي، واحط عليها ملح واحط كمون عشان ريحة الكرنبيط يعني، واسيبها حوالي دقيقتين بس على النار. هي ما بتقعدش اكتر من كده يا جماعة، واختبر سواها كده. وده شكله بعد ما اتسلق يا جماعة. انا مش هعمل الكمية دي كلها، انا هخزن منها. اجيب بولة واحط فيها معلقتين نشا وكوباية دقيق، واحط التوابل، كزبرة ناشفة وفلفل اسمر وكمون وحبة كاري. حط نص معلقة بودر صغيرة. لو انا حطيتها كتيرة، لو زودت كمية البودر هيشرب زيت كتير. وبعدين هجيب بيضتين واحط البيضتين على الدقيق. لو انا يا جماعة يعني لو انا عايزة احط بيضاية واحدة ممكن احط بيضاية واحدة يعني، واقلبها. وبعدين اجيب كوباية لبن واضيفها على الخليط واقلب كويس جدا علشان ما يبقاش فيه كلاكيع او اي حاجة، تبقى يعني متماسكة وحلوة كده. الخليط ده يا جماعة تقيل. حطيت معلقة توم على شطة حمراء على وشطة خضراء حراقة يا جماعة، احنا بنحبه سبايسي. الخليط يا جماعة زي ما شايفين كده سميك. هزود عليه كوباية مية وهخففه وهضربه تاني بالمضرب كده لحد ما يخف. بردك انا مش عايزاه السم كده، عايزة اخفه كمان شوية. قلبه كويس يا جماعة. الملح طبعا حسب الرغبة، بتزودي الملح حسب ما انت عايزة. بعد كده بجيب الخضرة ديت، عبارة عن كزبرة وبقدونس وشبت، بس الكزبرة اكتر. وهقلبها كويس كده. ده كوباية دقيق ومعلقتين نشا وكمون، نفس التوابل اللي انا حطيتها، كمون وفلفل اسمر وكاري وكزبرة ناشفة. وهقلبهم مع بعضهم ملح. وبردك يا جماعة نص معلقة بودر، ما كترش بردك البودر. وهقلبهم مع بعض. لو وصلتم لحد هنا يا جماعة متنسوش تعملوا اشتراك واعجاب بالقناة. هحط الكرنبيط في الخليط ده واطلعه على الدقيق ده هيبقى كفر زي البانيه يا جماعة بالظبط كده. وهقلبه زي ما بنقلب البانيه. مش هتك عليه يا جماعة، هقلبه واحطه كده على جنب. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، لازم نهتم بالحاجة علشان تطلع كويسة. هو واخد وقت كتير بس هيطلع ان شاء الله طعمه جميل وهيعجبكم ان شاء الله. ده يا جماعة بانيه مش كرنبيط. هتشوفوه هتدوقوه. وعلى قد ما تقدروا يا جماعة صغروا قطعة الكرنبيط عشان تبقى محمرة من جوه ومن بره. وهحمره في زيت غزير، مش غزير قوي يعني كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وقلبه بالراحة يا جماعة وان شاء الله يبقى طعمه جميل. والمقرمش يا جماعة والله ما يفرق عن البانيه. ودي الكمية اللي انا عملتها، وبالهنا والشفا. انا قدمت معايا يا جماعة طماطم بتاعتنا بتاعت زمان ديت، اللي كنا بنعملها بتوم ودقة وخل ونحشيها ونحطها، وفيها كمون وفيها كزبرة. وقدمته مع بطاطس كمان محمرة وبتنجان مقلي وفلفل ومسقعة وعيش بلدي. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. ودي كانت أكلتنا النهاردة. يا رب تكون نالت إعجابكم، وأشوفكم في أكلة جديدة، واترككم في رعاية الله.